في ترند طالع جديد اليومين دول اسمه تحدي الباد وورد. بيقال عنه إنه هو لتفريغ نوبات الغضب أو الطاقة السلبية الموجودة عند الطفل. أقوم أجيب الطفل وأحطه قدام الكاميرا، أدخله الحمام وأقول له اشتم يا حبيبي براحتك، أو قول أي باد وورد أنت عايز تقولها وأنا مش هعاقبك ولا أعمل لك حاجة تضايقك. مع كامل احترامي للأمهات اللي عملوا الترند ده، بس حضرتك الخلاء أو الحمام له آداب، أولها إن أنا ما اتكلمش جواها. إزاي حضرتك تعلمي ابنك أو بنتك عادة سيئة أو تعملي معاهم تصرف هيعلمهم عادة سيئة زي دي؟ عشان هنوصل منها لإيه في الآخر؟ إزاي أعلمه إن تفريغ المشاعر السلبية إن هو يدخل يقول كلام وحش جوه الحمام؟ إزاي أعلمه إنه يسب بألفاظ لما يكون غضبان؟ انتوا متخيلين ده هيرسخ ايه جوه الطفل؟ انتوا متخيلين الطفل ده لما يكبر ويبقى انسان ناضج وكبير وحد يضايقه هيكون رد فعله ايه؟ من الحاجات اللي استوقفتني كمان في الترند ده ان في ام بتطلب من ابنها ان هو يعمل الترند ده، فالولد رد وقال لها حرام يا ماما ادخل اتكلم في الحمام. فالام ردت وقالت له معلش نعديها المرة دي. نو كومنت. في طرق كتيرة جدا نقدر نعلمها لولادنا ان هم يقدروا يفرغوا بيها الطاقة السلبية او نوبات الغضب اللي جواهم. ان هو يقف ينط مكانه 20 مرة، ان هو يلعب رياضة، ان هو يعد من 1 ل20 او من 1 ل30، او ان هو يتوضى زي ما اتعلمنا في الدين ان الوضوء بيطفئ الغضب. احنا مسؤولين عن اللي بنقوله لولادنا وعن الافكار اللي بندخلها لدماغهم، لأن ولادنا بيتولدوا صفحة بيضة وإحنا اللي بنكتب عليها. فبلاش الأفكار السلبية المؤذية، وخلينا دايما نديهم أفكار إيجابية عشان تطلعهم أطفال أسوياء وأصحاء. ربنا يحفظ أولادنا جميعا. نعمل تحدي الباد وورد، تمام؟ عارف انت الكلام الوحش اللي ماما بتقول ما نقولهوش؟ كل الكلام النوتي اللي انت عايزه مرة واحدة بس، ومش هقول لهم ومش هتتعاقب. في 1 minute بس تقول كلمة وحشة احنا مانعينك عنها. يا حمار. الحمد لله، بداية مشرقة بالتفاؤل. برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي. بص انا هسد ودني اوكي، وانت قول كل اللي انت عايز تقوله اوكي؟ ماشي. انا احمد طارق يا ابن الوحشة. يلا تعالي. نعم نعم. هي يا حي قوي 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 قوي. ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ يعني انت خايف من بابا وماما؟ لا عشان كده حرام. ايه اللي حرام؟ ما هي مرة واحدة بس. حرام اشتم. لا الشتيمة دي هتضيع العمر اللي انا عملتها.